مونديال الأندية في أمريكا يهدد إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب. أثار الأقجع الجدل بسبب تصريحه بإقامة بطولة كأس إفريقيا في صيف 2025، وأرجع الأخير اختياره لهذا التوقيت بسبب المغتربين الأفارقة الذين سيحظون بحضور البطولة في عطلهم الصيفية. للتذكير، فإن بطولة كأس إفريقيا غالبا ما كانت تقام في فصل الشتاء، أي شهري جانفي وفيفري، إلا أن الأقجع برر سبب خروجه عن تقاليد البطولة بحرصه على حضور أكبر عدد من المشجعين الأفارقة. لكن هذا الاختيار يمكن أن يهدد إقامة البطولة الإفريقية، لأنه ببساطة في صيف 2025 سيكون هناك حدث رياضي عالمي هام، وهو مونديال الأندية بنسخته الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. لأن أغلب نجوم كرة القدم في القارة السمراء محترفين في أندية عالمية، وبالتأكيد سيكون هناك غيابات في صفوف المنتخبات الإفريقية بسبب حاجة الأندية لهؤلاء النجوم في هذا التوقيت بالذات. كذلك صرحت الفيفا بأنها ستتدخل لأنها تراهن بشكل كبير لإنجاح هذه النسخة الجديدة من مونديال الأندية، التي سيشارك فيها 32 من كبار النوادي العالمية. وكما نعلم أن الفيفا لن تأخذ دورا محايد في هذا الموضوع، لأن مونديال الأندية سيكون حدثا أهم من البطولات القارية وخاصة الإفريقية بالنسبة للفيفا. فهل وضع المغرب نفسه في ورطة بسبب هذه التصريحات الغير مدروسة؟ لا تنسى اخبط اشتراك زيد، اخبط لايك، شغل الجرس.